الداخل ومعارضة الخارج. أهلا بك أخي الكريم، تحية إجلال وإكرام أولا لشهداء الثورة السورية الذين يتساقطون تباعا، والذين كان آخرهم في مدينة الرستن، الذين يروون بدمائهم الزكية أمورا عدة، منها طيب توحيد هذه المعارضة. حسان، أنا أقدر عاطفتك، أقدر عاطفتك، ولكن أنت تعرف وقتي يعني بالثواني، فأرجو أن ندخل في صلب الموضوع. أحسن. نعم أخي الكريم، هذه الدماء هي التي وحدت المعارضة السورية في الخارج السوري، والتي جعلت من هذا المستحيل نوعا من الواقع الذي أصبحنا نراه ملموسا، والذي أصبح على المجتمع الدولي. وحدت المعارضة في الخارج، ماذا عن الداخل؟ هذا هو سؤالي. هذا ما أتكلم عنه أخي الكريم. بالنسبة لمعارضة الداخل المتشكلة في القوى الشبابية، هي جزء من هذا المجلس. أضف أن هناك جزء كبير من المعارضة في الداخل السوري المتمثلة بإعلان دمشق هي موجودة في هذا المجلس. طيب ماذا عن ميشيل كيلو؟ ماذا عن لؤي حسين؟ ماذا عن هيئة التنسيق؟ يبقى لنا هيئة التنسيق الذي ما زال الباب مفتوحا لها بعد أن تراجع نفسها وتتكلم مع الجهات التي منضوية تحتها في حول مبادئ هذا المجلس الوطني، والتي يأتي في رأسها إسقاط رأس النظام بشار الأسد، وكذلك أن يكون الشارع السوري هو مجال الرؤية والسياسة لهذا المجلس الوطني. عند ذلك سيد حسان، فقط لنفهم، يعني لا أفهم عليك تفهم عليك، هل تعتبرون فعلا أن هنالك معارضة في الداخل؟ يعني أنا أعطيتك بعض الأسماء مثل ميشيل كيلو، مثل لؤي حسين، مثل هيثم المالح، أم لا تعتبرونها بيادق للنظام كما اعتبرها البعض الآخر؟ يعني في البارحة كان معنا وحيد صقر من لندن واعتبر أن هؤلاء بيادق للنظام. أخي الكريم، هم معارضة لا نشك في شرفهم ولا في وطنيتهم، لكن لديهم ظروفهم المتعلقة في الداخل. نرجو أن يستمعوا إلى صوت الشارع السوري الذي كسر حاجز الخوف، وعليهم أن يكسروا حاجز الخوف كذلك وينطلقوا وراء رغبات الشارع السوري، ويعملوا معا يدا بيد مع هذا المجلس الوطني لإسقاط رأس هذا النظام بشار الأسد. يعني هذا يعني سيد حسان، يعني هذا كلامك بمنظر التكوين. طيب كلامك يستبطن أن هؤلاء لم يستمعوا بعد إلى صوت الشارع السوري، وأنهم لم يستجيبوا إلى رغبات الشارع السوري. أحسنت أخي الكريم. نعم بالضبط، هذا ما يحصل الآن. هم ما زالوا متمسكين برؤيتهم وأجندتهم التي تقول بإمكانية الإصلاح والتغيير. طيب ما هؤلاء يعني هذا أصبح من المحال مع سفك الدماء. بس يقال أهل مكة أدرى بشعابها، يعني وهم في الداخل واكتووا يعني وسجنوا وعانوا كثيرا من عصر السلطة السوري. كذلك نحن من الداخل السوري، نحن خرجنا بسبب الظروف الحالية. إعلان دمشق، تلك المؤسسة العريقة، هي من الداخل السوري، وهي تعي حقيقة أن هذا النظام فقد شرعيته، بل هو لم يكن يمتلكها أصلا، وأعطي الكثير من الفرص من أجل أن يكون يراجع نفسه ويقوم بعملية الإصلاح والتغيير، لكنه ازداد سفكا للدماء وازداد إمعانا في قهر ذلك الشعب الذي خرج بصدور سلمية. فآن لهم أن يقولوا كلمتهم، وقالوها بالفعل، وانضموا إلى المجلس الذي يرى من مطالب الشعب السوري منهجا ومسيرة له. طيب من اسطنبول حسان الشلبي عضو المجلس الوطني السوري، شكرا جزيلا. على كل بالنسبة لحجم